يعني انت عايز تقنعني ان جايزه بتقدمها مجله زي فرانس فوتبول هتتساوي بجايزه بتعملها الفيفا اكبر مؤسسه كرويه؟ ايوه يا اسطى، ما البالون دور دي هي الاقدم والاشهر، فاهم؟ ومعموله بقالها 65 سنه، وهي اول جايزه تتعمل اصلا لاختيار افضل لاعب في العالم. وزمان فعلا كانت الصحيفه هي اللي بتختار، بس دلوقتي بقت خلوها بصحفيين بمعايير ثابته. طبعا انت بتقول الكلام ده عشان ميسي معاه 7 بالون دور وواحده ذا بيست، لو كان العكس كان زمانك بتقول شعر في ذا بيست. يا حبيبي 4 من ال7 اللي ميسي خدهم كانت الفيفا مشتركه مع المجله، وكان اسمها جايزه الفيفا للكره الذهبيه. بعدين يعني انت بتدافع عن جايزه ذا بيست عشان رونالدو اخدها اكتر من ميسي مره؟ ده لو ميسي ما خدش السنه دي يعني وعدله. انا عايز افهمك انهم لما كانوا دامجين الجايزه رونالدو خدها 4 مرات زيه زي ميسي، وميسي الجوائز اللي فرقته عن رونالدو كان الجوائز اللي خدها والمجله بتقدمها لوحدها. ايوه نلغيها يعني عشان ريحه مش معترف بيها. السلام عليكم اخواتنا الغلابه، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعنا لكم في حلقه من حلقات السلسله المفضله ليكم، ريحان وحلاوه. لو انت كمان اتلخبطت ومش فاهم الفرق بين ذا بيست والبالون دور، تعالى معانا، ده موضوع حلقتنا النهارده. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وتشوف باقي حلقاتنا وخناقاتنا، ويلا نبدا خناقه جديده. عايز افكركم بس ان تيم ريحان كسب الحلقه الاخيره بعد ما تيم حلاوه كسب الحلقتين اللي قبلهم. ما طبعا كلنا عارفين انت كسبت ازاي يا اخويا. هاكر التشانل اتهكرت من فراغ. بس ما علينا، كده كده النتيجه 2-1 وحلاوه لسه كسبان. ما علينا بقى من السكور ومين اللي كسب. خلونا ندخل النهارده في موضوعنا ونبدا نتكلم عن تاريخ الفكره نفسها، وهي فكره انك تدي جايزه لاحسن لاعب في السنه اصلا. واللي بدا اول مره الفكره دي كانت مجله فرانس فوتبول سنه 1956. جايزه الكره الذهبيه اللي كانت مقتصره على اللاعبين الاوروبيين مش اكتر، حتى كانوا بيسموها ساعتها في الوسط الاعلامي جايزه افضل لاعب اوروبي في السنه. واللي قدر ياخد الجايزه لاول مره في تاريخها كان الانجليزي ستانلي ماتيوس. بس بعد كده شفنا تعديلات كتير على النقطه دي لحد سنه 1995 لما بقت جايزه احسن لاعب في الدوريات الاوروبيه كلها بغض النظر عن جنسيته، واللي قدر ياخدها وقتها الليبيري جورج وايا. بس احنا عارفين ان هي كده كده ما بتخرجش من الدوريات الخمسه الكبرى. وبعد كده جت فتره الدمج اللي حصلت بين فيفا وفرانس فوتبول، واللي صرح وقتها رئيس اتحاد الفيفا بلاتر ان جه الوقت ان ندمج بين جايزتين، جايزه عريقه زي البالون دور بقالها 55 سنه، وجايزه افضل لاعب في العالم اللي بتنظمها الفيفا كان بقالها 15 سنه، بس في جايزه واحده قيمتها اكبر واهم بكتير. ساعتها الفيفا لما شافت فكره فرانس فوتبول وجايزه الكره الذهبيه وان انت تدي جايزه اصلا لافضل لاعب في السنه، قررت انها تعمل جايزه هي كمان، وقامت مسمياها افضل لاعب في العالم برضه. وبدات الموضوع ده سنه 91 وكانت منفصله ومستقله عن جايزه البالون دور، وفضلت منفصله لحد سنه 2010 السنه اللي حصل فيها الدمج. في 2010 كنا اول مره نشوف جايزه بتجمع بين الفيفا ومجله عريقه زي فرانس فوتبول تحت مسمى فيفا بالون دور او كره الفيفا الذهبيه، واللي فاز بيها ساعتها اول مره بمسماها الجديد كان ليونيل ميسي. طب امال ايه ذا بيست دي جت منين؟ تعال افهمك اخويا الغلبان. بعد مشاكل فساد بلاتر وبعد ما شالوه من رئاسه الفيفا، مسك انفانتينو المهمه من بعده. انفانتينو كان بيحاول يمسح كل اثار الفساد اللي بلاتر كان سايبها، واللي صرحت ساعتها جريده الموندو الاسبانيه ان انفانتينو كان عنده توجه انه يستقل بالجائزه دي لصالح الفيفا بس، وانه يعمل طريقه تقييم احسن من وجهه نظره من طريقه تقييم البالون دور، ويبدا يعمل للجائزه دي قيمه اكتر ويهتم بحفلات تقديمها. وكمان الفيفا كانت بتشتري حقوق الجائزه دي من فرانس فوتبول وقت الدمج بفلوس كتير، وبيدفعوا ساعتها 16 مليون يورو. فانفانتينو قال لك وعليه وجع الدماغ ده، ما انا اعمل جايزه لوحدي بمزاجي بمواصفاتي بالمعايير اللي انا عايزها. وفعلا انفصلوا الجايزتين عن بعض سنه 2016، ومن هنا بقى جت قصه جايزه ذا بيست اللي شفناها لاول مره سنه 2016، واللي كانت موازيه لجايزه افضل لاعب في العالم اللي كانت بتعملها فيفا سنه 91. ومن هنا بقى بدات اللخبطه، لان رونالدو شهر 9 2016 خد جايزه البالون دور عادي، وبعد كده جينا في يناير 2017 لقينا رونالدو بيستلم جايزه جديده اسمها ذا بيست. ومن هنا ابتدت نقطه التحول، ويبقى في جايزتين بيحددوا افضل لاعب في السنه. بس اكيد عايزين نفهم ايه الفرق بين الجايزتين وايه المعايير اللي بنحدد بيها الفايز. قبل ما نبدا بس عايز اقول لك ان لحد دلوقتي ما حصلش اي اختلاف بين الفايز في الجايزتين من بعد ما انفصل، الا في مره واحده بس سنه 2021 لما خد ميسي جايزه البالون دور السابعه ليه، وقتها خد ذا بيست روبرت ليفاندوفسكي. بس لو جينا زمان وبصينا عن الاختلاف في الفايز بين الجايزتين، جايزه الفيفا بمسماها القديم لافضل لاعب في العالم، والبالون دور اللي كانت بتقدمها الصحيفه من 56، ان من اصل 15 سنه كان فيهم الجايزتين بيتقدموا،
اختلف الفايز 9 مرات بين الجايزتين. بس تعال نبص على المعايير اللي بيتحدد بيها الفايز بالجايزه، وخلينا ابدا معاكم بالبالون دور باعتبارها هي الاقدم. البالون دور بيتحدد فيها الفايز عن طريق لجنه مكونه من 170 صحفي، وهي لجنه بتتشكل بشكل سري بدون اي تفاصيل عنهم، وتبدا تعرض عليهم اسماء ال30 المرشحين في القائمه الكبيره، ويبدا كل صحفي يختار احسن 5 بالنسبه له بالترتيب، والترتيب بتاع كل صحفي بيبقى بنقط. عزيزي الغلبان حضر الكالكوليتر بتاعك وتعالى معايا نحسبها. اللاعب اللي بيتحط في المركز الاول بياخد 6 نقط، وفي المركز الثاني 4 نقط، والتالت 3، والرابع 2 والخامس نقطة. بعد كده بنجمع كل لاعب خد كام نقطة توتال من آراء ال 170 صحفي. طب بيختاروا اللعيبه بناء على ايه؟ شويه نقط مهمه كده، وهي مجمل الاداء اللي قدمه اللعيبه في سنه ميلاديه واحده مش موسم كروي. تاني نظره بتكون على فئه اللاعب العمريه وموهبته وقانون اللعب النظيف. تالت نقطه بتكون نظره عامه على مسيره اللاعب خلال تاريخه. طب افرض اتساوى 2 لعيبه في النقط اللي بيديها لهم الصحفيين، ساعتها بيبصوا لاكتر لاعب اختاروه الصحفيين في المركز الاول. طب لو اتساووا برضه هيبصوا على اكتر لاعب اختاروه في المركز الثاني. طب ولو اتساووا تالت؟ ما هيبصوا على اكتر لاعب اختاروه في المركز الثاني. ولو اتكرر الموضوع ده تاني بيفتحوا باب التصويت للصحفيين بخصوص اللاعبين الاتنين دول بس. ولو حصل اختلاف في التصويت مره تانية بيكون القرار في ايد رئيس تحرير مجله فرانس فوتبول باعتباره رئيس لجنه المصوتين. كده خلصنا البالون دور. تعال بقى نتكلم عن ذا بيست اللي فيها شويه اختلافات كده عن البالون دور. في الاول بتحدد لجنه كره القدم في الفيفا قائمه مكونه من 23 لاعب مش 30 اللي هيتم الاختيار ما بينهم، بس اللي بيصوت المره دي مش صحفيين، لا الحسبه مختلفه شويه. بيتقسم التصويت ل3 شرايح. اولا كباتن المنتخبات الدوليه والمدربين بتوعهم بنسبه 50%. ثانيا صحفيين مختصين من كل دوله بتشارك في بطولات الفيفا بنسبه 25%. ثالثا الجماهير في العالم بنسبه 25%. ولكن نظام النقط المره دي مختلف شويه. كل شخص من كل الفئات اللي احنا اتكلمنا عنها بيختار 3 لعيبه بس. في المركز الاول ب5 نقط، والمركز الثاني ب3 نقط، والمركز الثالث بنقطه. وكمان معايير التصويت تقريبا متشابهه، بس الفكره في الفتره الزمنيه اللي بيبص لها المصوتين بتوع الفيفا، اللي بتكون موسم كروي كامل مش سنه ميلاديه زي البالون دور. وفي حاله التعادل في الاصوات الموضوع بيمشي بشكل مختلف شويه. يعني في ذا بيست لو اتساوى 2 لعيبه في النقط هيبصوا لاكتر لاعب اختاروه في المركز الاول، ولو اتساووا تاني هيبصوا لاكتر لاعب اختاروه في المركز الثاني. احنا هنعيده تاني تاني يا زكي، تاني يا هايف يا تافه، تاني. لا لو تساووا تاني خلاص بيزهقوا ومش هيعملوا زي فرانس فوتبول، وهيريحوا دماغهم ويدوا الجايزه مناصفه للاثنين لعيبه. وكده نكون شرحنا الفرق بين الجايزتين كنظام تصويت. خلينا بقى نعرض لكم وجهه نظرنا بالتفصيل. انا عن نفسي شايف ان جايزه ذا بيست كنظام وسيستم احسن من بالون دور بكتير، اللي بتعتمد على مجرد شويه صحفيين مختصين مش على فئات تانية كتير، عكس ذا بيست اللي بتعتمد على مدربين ولاعبين وجماهير الكوره اللي رايهم بيكون نوعا ما مهم برضه. غير ان تشكيل اللجان في ذا بيست بيكون اوضح، بيكون في معرفه شبه كامله باللجنه المسؤوله عن التصويت. وكمان الجايزه بتتنفذ تبع اكبر مؤسسه في مجال الكوره وهي الفيفا، مش مجرد جايزه بتتقدم من مجله كرويه وخلاص. ورئيس اللجنه المسؤول عن التصويت لجايزه زي دي هو رئيس تحرير مجله. بقى شايف العكس نوعا ما. فبالنسبه لنظام التصويت فانا شايف ان مهمه النقد والتقييم فدي مهمه مختصين، مش شرط صحفيين يعني، بس ناس مختصه عن شويه لعيبه او مدربين او حتى جماهير اللي ممكن بشكل كبير تبقى منحازه لزمايلهم في الفريق او اللعيبه اللي بتشجعها. اما بالنسبه للجنه اللي بتصوت واللي بيكون اختيارها بشكل سري فده بيكون حمايه للجنه ذات نفسها، وكمان عشان ما ياثرش على تصويتهم. فدي بقى مسؤوليه المجله انها تختار ناس محايده ونزيهه. بالنسبه بقى لموضوع ان هي بتتنظم من مجله اصلا فالكلام ده مش لسه جديد يعني. المجله اصلا كانت بتعمل الجائزه دي قبل ما الفيفا تفكر فيه، والموضوع على مدار 55 نسخه قبل الفيفا اثبتت انها فعلا جايزه موثوقه، والنتائج بتاعتها غالبا بتكون الاقرب للحقيقه اكتر من جوائز الفيفا اللي بتبقى اوقات كتير صادمه اصلا، وناس كتير بتحس انه لا مش ده اللي المفروض يكسب. وبس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، وما تنسوش تقولوا لنا ارائكم في الكومنتات وعرفونا انتوا انهو تيم ريحان وان ذا بيست هي الاهم ولا تيم حلاوه والبالون دور. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وخدوا لفه كده في حلقات السلسله بتاعتنا، ونشوفكم على خير. سلام.